تخيل سرعة الإنترنت عندك توصل ل 1000 جيجا في الثانية. حكاية ال 5G اللي خلاص هتشتغل في مصر. لو أنت وي هتلاحظ في الفترة الأخيرة إن بدأ يتكتب 5G سون، لكن مش معنى كده إن هي اشتغلت. إيه حكاية ال 5G وأنت هتستفاد منها إيه وإمتى هيبدأ تطبيقها وأنهي مناطق اللي هتشتغل فيها الأول؟ بشكل مبدئي اتصال موبايلك بالشبكة مر بأربع مراحل أو 4 أجيال. المرحلة الأولى واللي كان فيها بتقدر إن أنت تعمل مكالمات تليفونية بس. المرحلة الثانية واللي فيها كنا بنقدر نبعت صور في الرسائل ال MMS. يمكن طبعا الأجيال الجديدة ما يسمعوش عنها لحد ما وصلنا للجيل الثالث أو ال 3G واللي من خلاله قدرنا ان احنا نبعت فيديوهات لحد ما وصلنا للجيل الرابع او ال4G اللي احنا طبعا حاليا بنشوفه على الموبايلات بتاعتنا واللي سرعه الاتصال فيه بتوصل ل 50 ميجا لحد ما هنوصل طبعا لل5G اللي خلاص هيتم تشغيله قريب واللي فيه هتكون متوسط سرعه الانترنت 1000 جيجا في الثانيه. طبعا هنشوف السرعات في مصر فعليا هتكون عامله ازاي لان احنا عارفين ان في مصر الموضوع بيختلف شويه. المفترض ان تشغيل الخدمه هيكون في خلال 6 شهور من دلوقتي، وطبعا البدايه هتكون بالمناطق الجديده في خلال 3 شهور من دلوقتي. طبعا مش كل الموبايلات بتدعم ال5G، تقدر تتاكد من خلال ان انت تبحث على جوجل. طيب ده هيفيد بايه؟ احنا بنتكلم عن سرعه اتصال مهوله بالتالي انك تقدر تحمل ملفات ضخمه خاصه الافلام والفيديوهات اللي بقت الفتره الاخيره مستوى الجوده فيها عالي بسرعه عاليه جدا. كمان المهتمين بالالعاب الموضوع بالنسبه لهم هيكون طفره ضخمه خاصه البنج وكل حاجه متعلقه بالالعاب. التقنيه ليها تطبيقات في مجالات ثانيه طبعا واهمهم المجالات الطبيه والعسكريه، وده اللي خلى دول كبيره يتخانقوا على مين اللي يشغل الخدمه دي. لكن طبعا اكتر حاجه مخوفاني مع تقنيه ال5G ان الباقه تخلص واحنا لسه بنعمل سبيد تيست. لو حابين نعمل حلقه تفصيليه عن ال5G والاستخدامات والمجالات بتاعتها اكتبوا لنا في الكومنتات.